زي ما انتم شايفين كده، اختبار السرعة في البداية. وده اختبار السرعة بعد تفعيل الكونفرت. تمام. وده اختبار السرعة بعد التفعيل. تمام يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد وملف ازاي ننشئ ملفات دفع سرعة وتثبيت جيجات للإنترنت، وبالذات وي وكل الشركات طبعا، بس بالذات وي بالأخص. يعني أغلب الملفات كلها بتشتغل على وي. تمام. طيب، هنبدأ إن شاء الله بإذن الله. كل اللي احنا هنحتاجه هنحمل التطبيق ده وهنخش على الموقع اللي احنا هنقول لك عليه، وهنحتاج كود تشغيل الخدمة. طيب، كل ده هنجيبه ازاي؟ تمام. هنبدأ نخش على، هتلاقي الوصف عندنا بالشكل ده في اليوتيوب. هتبدأ تخش على اللينك اللي هيبقى موجود تحت الوصف بتاع الفيديو. تمام. ثواني اشغل النت. هيبدأ يفتح معانا بالشكل ده كده. تمام. هنبدأ ندوس كلوز. نبدأ نصبر لحد ما يخلص. لو قالك شاهد اعلان دوس يس. بعد كده هتصبر 5 ثواني اللي فوق دول، او لو جاب لك اكس على طول، يعني جاب لك علامة الاكس كده، دوس عليها على طول. تمام. هتتبع الخطوات دي عشان تقدر ننشئ ملف او ننشئ الطريقة اللي تخلينا نستخدم بيها الملفات. يعني مثلا بدل ما تيجي تحمل مني او تيجي تحمل من اي حد ملفات، تقدر تعمل الملف بتاعك بنفسك. تمام. ندوس كلوز. يعني دي طريقة انشاء ملفات. دوس يس. بعد كده دوس علامة الاكس اسكيب. ننزل تحت شوية، نصبر لحد ما المربع ده يتملي. تمام. معلش ممكن تبقى افضل شوية، بس انا جبت لك الطريقة وقدرتك، فانت المفروض تقدرني وتستحمل عشان نعرف نحمل الملف سوا. تمام. فنصبر لحد ما يعد 100%. وبعد كده ندوس على الكلمة اللي باللون بنفسجي، بلاش بالاسماء. بعد كده جيت لينك باللون بنفسجي برضو. هيفتح معانا الصفحة دي. هندوس على كلوز برضو. هنصبر لحد ما الصفحة تروح. هنصبر هنا 15 ثانية. شاهد اعلان. هندوس على هندوس على علامة الاكس اللي فوق اهي. بعد كده سكيب. هنصبر برضو لحد ما يخلص. تمام. ما تنساش بقى اللايك والاشتراك بتاعك. طبعا دي طريقة تحميل الملف، وبعد كده ان شاء الله الطريقة مش هتاخد مننا اي وقت. بعد كده نبدأ ندوس نيكست. بعد كده نيكست. بعد كده كلوز. بعد كده تلاقي حمل معانا برضو 15 ثانية، واخر 15 ثانية صدقوني والله، يعني الموضوع كله خد مننا دقيقتين بالظبط دقيقتين. تمام. بعد كده هنبدأ ان احنا نضغط على نيكست. بعد كده نيكست. تمام. بعد كده نبدأ ندوس على علامة الاكس. هتلاقي بيقول لك ارجو الانتظار، جرب الحصول على رابط متابعة. هتلاقي حولك لصفحة تانية، هترجع خطوة لورا. بص نرجع خطوة لورا كده. هتلاقي جاب لك الملف. هتحمل الملف. انا هحمله معاك اهو. تمام. قال لك تم تنزيل الملف. هنبدأ بقى نخش على الملفات، على مدير الملفات. تمام. اي يكن بقى مدير الملفات اللي عندك. خش على الداونلود اهو. اعمل كونفيج. هتدوس فتح. طبعا انا هعمل بلر على على الكود. اول حاجه هتلاقي في الكود يا اسطى عندنا بيقول لك اسم التطبيق. تمام. هتروح واخد انت اسم التطبيق كده كوبي اهو. وتيجي تخش على المتجر. نبدأ نعمل داونلود للتطبيق. هتلاقيه بالشكل ده. تمام. طبعا انا كمان قال لي عايز تعديل، بس مش مهم، مش هتفرق. بعد كده هنبدأ نخش على الكود تاني. هنلاقي عندنا حاجة اسمها الموقع. هتلاقي بين قوسين كده. هتروح ايه واخده كده
بعد كده نخش على جوجل كروم، نبدأ نحط الموقع، نبدأ نعمل سيرش. تمام. بعد كده ندوس على التلات شوط اللي في الجنب، بعد كده سرفايف، بعد كده هنيجي عند في 2 ري. تمام. دي التانية. مكان الاكس ننزل تحت شوية. طبعا احنا الدول الشرق الأوسط أو الدول العربية، نختار سيرفرات أجنبية، نختار مثلا زي يعني مثلا زي مش عارف مثلا كندا مثلا. تمام. بعد كده هنضغط هنا، بعد كده بيقول لك دخل هنا اللي هو أي اسم. طب بعد كده بيقول لك دخل هنا أي اسم، مش هتفرق. بعد كده هنكتب هنا كود الخدمة، بعد كده فعلا الريست روبوت. طيب لو الريست روبوت ما ظهرتش معاك هتدوس على التلات نقط، بعد كده تدوس على الموقع بتاع الكمبيوتر ده، او يا اما تعمل ريفرش عشان تلاقي ظهرت معاك. تمام. اخش على ملفات تاني، اجيب منها كود الخدمة، هتلاقي هتلاقي برضه في قلب الكود اللي انا سبته لك في كود خدمة كده رات في قلب القوسين برضه، هتروح دايس واخد الكوبي. ثانية، هنروح واخدين كوبي. تمام. لو ظهر معاك كده اللي هو الكابتشا او اناليست روبوت، هتعمل ريفرش وتروح مفعلها كده في الاول في البدايه، بعد كده هنكتب في الاول كده اي اسم اي حاجه، بعد كده نحط في التاني كود الخدمه اللي احنا اخترناه، بعد كده ندوس كود، هتلاقي فتح معانا كده. هنبدا ناخد اللي هي هنبدا ناخد التانيه دي اللي في النص دي. تمام. هنبدا ناخد الكود اللي في النص ده كده، بعد كده نطلع بره، نبدا نخش على التطبيق. تمام. فانا يا اسطى بص، انا في البدايه كده انا عايزك تعمل لايك وتقدرني والحاجات دي كلها يا اسطى، عشان اقسم بالله يعني انا تعبت عشان اجيب لك اصلا الطريقه دي، عشان نعمل لك الطريقه دي. فيعني قدرني بس، يعني مش عايزين اكتر من كده. فاللايك، كومنت، اشتراك، اي حاجه من الحاجات دي اعمل شير. تمام. هنبدا ان احنا ندوس على الثلاث نقط يا اسطى، بعد كده هنبدا ان احنا ندوس على ثانيه بس عشان مش عارف اروح فين. بعد كده اصلا نبدا ان احنا نضغط على الاعدادات، بعد كده هنبدا نختار فيتوري. تمام. بعد كده نبدأ نختار اللي هو ثانية فيتوري تاني اهي، بعد كده الكود ده، بعد كده نضيف على علامة الكود. تمام. نبدأ نحط الكود اللي احنا خدناه كوبي من هناك، نحطه هنا. تمام. كده قال لك ملف التكوين نجح، هنبدأ نطلع. بعد كده هتدوس على الأدوات، اسمها ايه دي أصلا؟ لا اصبر. أصلا ندوس على SSL، بعد كده نفعل فيتوري دي. تمام. وطبعا الطريقه للايفون والاندرويد، طريقه للايفون والاندرويد عشان نسيت اقول في البدايه ان الطريقه نافعه للايفون والاندرويد. تمام. بعد كده ندوس حفظ، بعد كده يا اسطى نبدا ندوس تشغيل، بعد كده ندوس حسنا، هيبدا ان هو يعمل كونكت معانا. تمام. وعمل كونكت واتصل، انتوا شايفين فوق علامه المفتاح ظهرت اهي، وكده اتصل معانا السيرفر. تمام. نيجي مثلا نخش هنا نشوف السرعة، اختبار السرعة.
طيب وكده احنا شفنا السرعة وصلت معانا كام. تمام وبس كده احنا كده نكون خلصنا اصلا الشرح. مش كل الاشتراك بتاعك بس كده، الباقوك مع السلامة.